النهارده ممكن يجي في دماغك سؤال مهم جدا. هو انا بعمل كل الكلام دوت في الكليه وبتقولي خد كورسات غير اللي بدرسها انا عندي في الكليه، سوفت سكيلز ولا ليدرشيب ولا ماركتنج ولا NLP ولا اي حاجه من الحاجات السوفت سكيلز دي او مانجمنت او ماركتنج، واحاول اطبقها في الكليه عشان في الاخر يعني اكتب في السي في بتاعي ان انا عملت شويه اكتيفيتيز واخدت شويه كورسات يا سيدي انا هعملها بعد ما اتخرج وهبدا خطوه بخطوه زي مئات الالاف من الناس. انا مش هقول لك ان ده الصح ولا ده الغلط، بس هقول لك ان في عندك فرصه ان في الكليه دي الخمس سنين غير اللي انت تدرسه في الكليه انك تطبق الحاجات دي، فتاخد خبره كويسه تفرق معاك في الكارير بتاعك وبناء شخصيتك. اهم من الكورسات والكلام العادي انك تبني الشخصيه وتجرب حاجات مختلفه تقدر تستمتع فيها وتاخد خبره مختلفه عن اللي انت ممكن تاخده بعد كده بعد التخرج. لان بعد التخرج هتبقى انت مشغول جدا في انك عايز بيع وتجيب الارقام بتاعتك وعايز تاتشيف وعايز تعمل كارير ديفلوبمنت، فابدا خطوه بخطوه وانت في الكليه وعندك وقت. اديك مثال حلو على دوت عشان نقرب الصور شويه. لما اشتغلنا في النيوكلير فارماسي نحاول نستبلش الكارير بتاع الصيدله النوويه في مصر، كان في عندنا شويه افكار كده اهوت، احنا مش فاهمين اي حاجه في الماركتنج وعايزين نعمل ماركتنج لهيئه الطاقه الذريه اللي عندها شويه برودكتس ان هي تقدر تشتغل مع شركات ادويه في برودكتس مانيفاكتشرنج ما بينهم ويشتغلوا فيها، او ان احنا عايزين نوعي الطلبه زي ما اتكلمت انا من شويه على النيوكلير فارماسي كفيلد ان هو حاجه اوريدي موجوده، بس الناس مش اوير ازاي يشتغلوا فيها وهيشتغلوا فين والاماكن فين والستبس تبداوها من فين والكلام ده كله. دي كلها كانت كويشن ماركس احنا مش فاهمينها. فقلنا طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ زي ما بالظبط كده لما تيجي تتخرج يبقى عندك بزنس بلان، تشتغل في شركه وعايز تعمل نيو برودكت لونش، فيجي حد يقول لك ايه انا هعمل اكتيفيتيز 1 2 3 4 10 وهزود الفيلد فورس وهعمل اكتيفيتيز وهعمل ماركتنج. الكلام ده كلام اي كلام. المفروض ان انت تعرف الجابس الاول، تاسس الجابس، تشوف قد ايه ان في مشكله عندك وتكوانتيفاي المشكله دي، بعد كده تبدا تاخد خطوه خطوه في بناء الماركتنج بلان بتاعتك. احنا ما كناش نفهم حاجه، فجبنا ماركتنج كونسلتنت علمنا شويه عن بيزكس اوف ماركتنج، وكان عندنا تيم ماركتنج تيم قعدنا نتعلم مع بعض يعني ايه ماركتنج بلان، هو يعني ايه ستيك هولدر مابينج، مين الستيك هولدرز اللي عندنا. طب احنا دلوقتي عايزين نعرف ان في جاب، طب الجاب دي نتاكد منها فين؟ ان في نيوكلير ميديسين يونتس. طب في كام نيوكلير ميديسين يونتس في مصر؟ مش عارف 150 حاجه زي كده كان ساعتها. طب خلينا نعرف اماكنهم فين، وعملنا تيم كامل وليهم ريكروتمنت بتاعهم ان هم يخشوا ويعملوا سيرفيز على النيوكلير ميديسين يونتس دي عشان يتاكدوا هل في كارير جابس، هل لو في صيدلي بعد كده عايز يخش في الكارير دوت يقدر ياخد ستيبس فيها، هل لو اخد كورسز وبدا يتعلم جم عندكم انتم محتاجين اصلا حد زي كده ولا لا عشان نعرف في ديماند عليها. طب لو انتم محتاجين حاجه زي كده ايه الكاريكولم او الكورسز او البيزكس فاندمنتالز اللي محتاجينها قبل ما ياخدوا ماستر ديجري وبي اتش دي عشان يجوا عندكم ويشتغلوا. كان في كويشنز كتيره جدا كنا عايزين نعرفها، فنرجع تاني اتعلمنا ساعتها البيزكس انك لما تعمل ماركتنج بلان تعرف سيتويشن اناليسيز، انت عايز تروح فين كماركتنج اوبجكتيفز وهتحط الاستراتيجي بتاعتك ازاي وهتعمل التكتيكال بلان ازاي، ايه الستيك هولدر مابينج اللي موجود في السيتويشن اناليسيز، ايه الحاجات السترينثs والويكنس والاوبورتونيتيز والثريتس. اتعلمنا الحاجات دي واحنا كنا توتو خالص مش فاهمين اي حاجه، مش فاهمين يعني ايه اصلا ماركتنج بلان ولا بزنس بلان. واجانا انا مش بقول احنا كنا جامدين، احنا كنا عاديين جدا، بس هي الخبره ان انت بتاخد حاجه جديده تجربها بتطبقها بتتعلم بتفشل وبتنجح. وعايز اقول لكم من الكلام ده مش كنا بنعملها بنطير طيران وبننجح حلو قوي قوي، كان في عندنا فيليرز كتيره في الاول. كنا بنعمل، انا فاكر كويس جدا اول برزنتيشن عملناها في نيوكلير فارماسي في سكوبس كانت ديزاستر، ما كانش الاي دي عندنا كلير خالص ولا كنا عارفين احنا عايزين نعمل ايه. وبدا يحصل تاني سنه بيج ديفلوبمنت لما بدأنا نرتب افكارنا كده اهوت ونمشي بشويه بلانز ونجرب كل حاجه ونتست ونشوف الامباكت بتاعها وناخدها خطوه بخطوه واحنا بنطور نفسنا وبنطور الكوميونتي الصغيره اللي بنحاول نكبرها، سواء اويرنس على نيوكلير فارماسي او نلاقي تريننجز عليها او نفتح ماركتنج اوبورتونيتيز لهيئه الطاقه الذريه ان هي تقدر تشتغل مع شركات الادويه وتعمل ديلز معاهم. حتى احنا نوت اوير دلوقتي الموضوع وصل لايه، بس دي اللي كانت البدايات اللي موجوده فيها. تاني ستوري عايز اقولها لكم فيها ان امتع الحاجات انت بنعمل مثلا امبلويمنت فير، في حاجه تانية خالص ريكروتمنت تريننج كوميتي، وقاعدين بنشتغل بالليل فبنشوف بقى ليدرز عندنا مش قاعدين حاطط رجل على رجل وعنده تيمز كتير قوي اكتر من 150 200 واحد، مش ان هم يلا خشوا اعملوا حاجه، بيشتغل بايديه وبيوك ذا توك وبيليد الناس باي اكزامبلز. واب تو انا فاكر كويس قوي كان واحد من الليدرز اللي كان بيعلم الناس تريننج وديفلوبمنت وعارف ستيفن كافي والبوكس بتاعت ستيفن كافي وكل التريننجز دي كلها، قاعد بيظبط الكهرباء بتاعت الامبلويمنت فير وبيظبطها وبيموتيفيت الناس، والناس مش قادره ومطبقين وطلع عينهم. الناس ده مش عمال، الناس دي طلبه كليه صيدله، وبيديهم موتيفيشنز وخلينا نعمل حاجات وننظم التيبلز اللي موجوده والبوسترز شكلها ازاي والادفيرسمنتس بانرز الموجوده امتى. كل الكلام ده كانت خبرات احنا ولا كنا متعلمين عن اي حاجه.
حاجه، بنعلم نفسنا بنفسنا، والكبار بيعلموا الصغيرين، وجيل بيعلم جيل بعده، او يعني ناس اكبر بسنه او سنتين بتعلم الناس اللي بعدها، ودي الاكسبيرينس الواحد بيتعلمها في فقره الستودنتس اكتيفيتيز.